النهاردة في الفيديو بتاعنا هقولك على فكرة عبقرية، فكرة بسيطة خالص ومش مكلفة نهائي، وفي 5 دقايق هتظبطي الطرح بتاعتك، وخاصة الطرح الشيفون الخفيفة اللي هي صعب تطبيقها، فبتلاقيها مرمية في كل حتة او في الادراج زي ما انت شايفة كده، وبتتكسر وبتتبهدل، ولو احتاجنا حاجة منها وفتحنا الدرج ممكن تقع على الارض. مننا اللي بيبقى مستعجل فبيحطها في الدولاب كده وخلاص، بتبقى شكلها فوضى ومبهدلة ضرفة هدومنا. ولو انتي موظفة وطبعا كل يوم حابة تلبسي طرحة مختلفة، او بنوتة في الجامعة وعايزة تلبسي طرحة معينة تمشي مع الطقم بتاعك، فمش لسه هتدوري وتتعبي نفسك في اللي هيمشي معايا النهاردة وايه اللي هلبسه النهاردة، او مثلا جاتلك خروجه فجأة او اي مناسبة، ان شاء الله هتبقي جاهزة على طول. فتابعي الفيديو للنهاية وحطي اللايك الجميل بتاعك، واللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك بسرعة ويفعل زر الجرس ويدوس على علامة الكل علشان يوصل له كل جديد. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا نسمي ونصلي ونبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. طيب الفكرة ايه؟ الفكرة شماعة بلاستيك عادية خالص اهي، وده شكلها مفرغة من النص اهي. وتعالي اقولك بقى هنعمل ايه. انا هبدأ معاكي خطوة خطوة علشان تشوفي معايا. هنجيب الطرحة الشيفون اهي، وهنتنيها نصين كده، نصين قد بعض بالظبط، وايد ماسكة الشماعة والايد التانية في نص الطرحة زي ما انت شايفة. وهنجيب الطرفين كده من تحت ونعديهم في نص الطرحة او في الدايرة اللي انا عاملاها دي في ايديا اهي، وهتسحبي كده بالراحة وتشدي زي ربطة الكرافتة بالظبط اهو. هو ده شكلها في ثواني عملناها. هنجيب واحدة تانية اهو، ماسكين الطرحة من النص وهنمسك الطرفين كده بالراحة وندخلهم من نص الطرحة اهو، ونسحب بالراحة، وهو ده الشكل. طيب هو انا هفضل ماسكه الشماعه كده يا لولو؟ لا طبعا، ممكن تحطيها على اي حاجه وتشتغلي عادي خالص بكل سهوله، او تعلقيها كده اهو زي ما انا هنا برضو علقتها كده علشان اوريكي بوضوح اكتر اهو. هجيب الطرحه واقسمها نصين برضو كده، وايدي التانية عند الشماعه اهي، شايفين حرف الشماعه اهو. وهجيب طرفين الطرحه وهدخلها من نصها كده واسحب اهو بالشكل ده. بسيطة وسهلة جدا. وهعمل بقى كمية الطرح بتاعتي كلها، وما شاء الله الشماعة الواحدة بتشيل كمية طرح زي ما انت شايفة كده، محطوطين بطريقة متظبطة، طريقة بسيطة ومحافظة على شكلهم، ولا هيتكسروا ولا هيتبهدلوا ولا اي حاجة خالص. وهعلقها بعد ما اخلص في الدولاب عادي خالص مع الهدوم بتاعتي. ولو في كمية طرح كتير على الشماعة هتجيبي شماعة تانية خالص وهتبتدي تعلقي فيها الطرح برضو زي دي. عايزة اقولك الطريقة دي بتسهل عليا اني اختار الطرحة اللي هتمشي معايا مع الطقم اللي انا هنزل بيه بكل سهولة. هسحبها من الشماعة وارجعها تاني. وعايزة اقولك قد ايه هي وفرت لي مكان. لو فاكرين شكل الدرج في اول الفيديو والطرح كانت فيه عاملة ازاي، ده غير اللي كانوا طبعا في الدولاب، ولكن حركة الشماعة دي بتوفر لي مكان وبتتعلق في الدولاب بكل سهولة. وعايزة اقولك ان الشماعة الواحدة ممكن تشيل 10 طرح واكتر كمان. وعايزه اقولك يعني انا لو مثلا على سبيل المثال هلبس الدرس ده ففي ثواني هختار الطرحه اللي هتمشي معايا بكل سهوله، ومش لسه هدور وهقلب الدرج او هدور في الدولاب واتعب نفسي. لا، بسهوله بكل سهوله هختار الطرحه اللي تمشي معايا. اتمنى تجربوا الفكره دي وتقولوا لي رايكم. تمام. طيب تعالي بقى اقولك لو عندك طرح قطن هتعملي فيها ايه. بكل بساطه برضو هننظمها في ثواني. هجيب الطرح القط بتاعتي وهحطها كده
وهطبقها نصين على بعض بالطول، وهطبقها كمان مرة، يعني مرة في مرة على بعض لحد ما اوصل للحجم ده، وبعدين الفها زي الرول كده على بعض، بس يكون على صغير علشان اوفر مكان. اهو ده شكلها. وهعمل طبعا في كل الطرح بتاعتي هعمل كذا واحدة اهو قدامك، اهو زي ما انت شايفة بكل سهولة، مش هتاخد معايا وقت خالص. هعمل واحدة واحدة قدامك علشان توصلك الفكرة. تمام خلصنا كل الطرح. وهنا طبعا الدرج اللي احنا شلنا منه الطرح الشيفون، وكانت لخبطيطة على بعضها، والحمد لله رتبناها كويس ووفرنا مكان. هتبتدي بقى تحطي الطرح بتاعتك اهي القطن زي ما انت شايفة جنب بعضها، وما شاء الله مرتبين وشكلهم جميل. وممكن كمان تزنقيهم اكتر من كده فهيشيل كمية اكتر، او تحطي فوق بعضهم عادي كده. وكمان البندانات بتطبقيهم برضو وتحطيهم جنب الطرح كده، الشكل بقى اجمل والدرج بقى منظم، ووفرنا مساحة ومكان. وطب اللي هتقولي طب انا يا لولو ما عنديش درج اعمل ايه؟ عادي خالص، بتفضي ضرفة من الدولاب عندك او جزء من ضرفة وتحطي وتطبقيهم كده برضو، وتبتدي ترصيهم زي ما رصيناهم في الدرج بكل بساطة وسهولة، مش هياخدوا معاكي وقت خالص. واللي تسحبيها وتستخدميها تغسليها برضو وترجعيها مكانها بكل سهولة علشان ما تتعبيش في رص الطرح بعد كده. والأوضة عندك او الدولاب كل حاجة عندك تبقى مرتبة ونظيفة، وفي ثواني تختاري الطرح مع الطقم اللي انتي هتنزلي بيه. مش هتفضلي تدوري وتلفي وتقولي فين الطرحة، طيب فين البندانة، انا مستعجلة انا مش فاضية. وطبعا كلنا بنبقى مستعجلين على طول، فالفيديو ده هيفيد كل مامز مستعجلة وشقيانة ومش فاضية، وكل بنوتة راحة الجامعة راحة الدروس خارجة مع اصحابها. فاتمنى الفيديو يكون عجبكم. يلا بسرعة بقى اللايك الجميل بتاعك اللي بيدعمني ويشجعني وكمان بيرفع الفيديو علشان الكل يستفاد. واشتركي في القناة وفعلي زر الجرس وعلامة الكل علشان يوصلك كل فيديوهاتي. في رعاية الله، مع السلامة.